النهارده هجرب معاكم مات شريمب. مات شريمب من الاماكن اللي انتشرت اليومين دول، شفت لها فيديوهات كتير على السوشيال ميديا وقلت لازم اجربها. جبت من عندهم، هم بيعملوا عروض كل فتره. جبت من عندهم العرض ده، هوريهولكم دلوقتي. متحمسه ليه قوي. العرض هو ساندوتش وباستا ولودد فرايد، معاها مع الفرايز معاها الهيل كولا فيه مشروم. ده عرض الاثنين، وساعات بيعملوا عروض ل3 و5 ولحد فرد واحد كمان في عروض. الحاجه جايه متغلفه بستريتش. طبعا عايزه اقول لكم هو مات شريمب ده بتاع جمبري، باين طبعا من اسمه ان هو يعني حاجات كلها جمبري وسي فود. هفتح اول حاجه الباستا قبل ما تبرد. جايه الحقيقه الحاجه لسه سخنه وملفوفه بستريتش وكده. المكرونه دي او الباستا دي اسمها بلو اوشن. حته حلوه قوي. هي عباره عن مكرونه ومعاها جمبري، وعلى وشها شايفه شرايح بصل اخضر كده، شايفينها؟ ده طبعا بالصوص الابيض. في حاجات تانية عندهم بالريد صوص وبالبينك صوص وحاجات مختلفة. هما بيعملوا حاجات من بلاد مختلفة، يعني مش كله مصري. في حاجات من بلاد مختلفة، فرنسا وايطاليا وحاجات تانية كتير. ده الكفر. في منديل و بس فين في جلافز ووايبس، بس فين الشوكة؟ تمام، او الشوكة اهو والشاليمو. تعالوا ندوق مع بعض بقى. ده البلو اوشن، والمفروض ان هو فيه جبنه ريكفورد. انا متحمسه ليه جدا. الجمبري هو حجمه صغير صراحه، بس مهم طعمه. بسم الله. تعالوا ندوق الباستا بقى نفسها. بسم الله الرحمن الرحيم. المكرونه كريمي قوي. الصوص واصل لجوه، بصوا واصل لجوه. المكرونه كريميه جدا، طعم الريكفورد باين فيها. والصوص نفسه حقيقي طعمه حلو. هي يمكن المكرونه مستويه زياده شويه، بس ستيل طعمها حلو جدا. الصوص حلو قوي قوي، بدايه مبشره جدا. ده اول طبق. تعالوا نشوف اللودد فراي. دي بطاطس من اللي هي الكرينكل وعليها صوص شيدر من فوق. البطاطس طبعا طريت شويه، بس صوص الشيدر اللي عليها حلو قوي، مظبوط جدا، حلو قوي برضو بصراحه. ندخل على الساندوتش بقى. والساندوتش ده هما معلمين عليه، وانا بحب الحركه دي قوي بصراحه، بتدل على احترافيه. كاتبين اسماء الساندوتشات كلها. وهم عندهم ساندوتشات بالمناسبه جديده مختلفه جدا، في بالاناناس وفي بصوص المانجا وفي حراق وكده، بس انا قلت خليني في الامان. ده اسمه بلو بيست. المفروض ان عليه ريكفورد برضو، انا النهارده جايبه كل حاجه بالريكفورد. ده جمبري المفروض كريسبي. العيش على فكره يا جماعه نوعيته حلوه جدا. بصوا بقى، هو هنا من جوه جمبري كريسبي حجمه كبير، وفي الصوص بتاعهم المفروض فيه ريكفورد، وفي قطعه جبنه من فوق، وفي كابوتشا بقى وكده. هندوق مع بعض. هو العيش حلو، بس ده بايت شويه، بس برضو هندوق ونشوف الطعم. بسم الله.
حلو قوي برضو. الجمبري نفسه متبل حلو قوي، وجاي سخن وطازه وحجمه كبير زي ما انتم شايفين. حجم الجمبريه حجمها ما شاء الله كبير مش صغير. الصوص بتاعه كمان اللي محطوط عليه حلو قوي ولايق عليه جدا. فهو على بعضه بصراحه حلو وانا يعني ناويه ان شاء الله ان انا هروح واجرب من عندهم الحاجات التانية الباقيه. عجبتني الباستا قوي قوي قوي، يمكن اكتر كمان من الساندوتش. المره الجايه هجرب حاجات مختلفه من عندهم. العرض ده عامل 500. زي ما قلت لكم ساندوتش والمكرونه من اختيارك، كله من اختيارك، والفرايز والاثنين الفيكولا. بس كده، دي كانت تجربتي من ماترام. انصحكم جدا جدا تجربوه، بس يغيروا العيش بس، مش اكتر من كده. بس كده، يلا باي.